عسلامة، مرحبا بكم في قناتي. معكم إيمان من حال أيامك. هوني تلقى أسهل وصفات بأسهل الطرق. مع بعضنا باش نحضروا لوبيا خضراء بالبقري ومعاها صحين تسطيرة يعمل 66 كيف نمدكم لنشهيكم وبطريقة سهلة. يلا نبداو. أول حاجة باش نحط طنجرتي على الغاز وباش نفوح اللحم لللوبيا الخضراء وكي نخليه هو يطيب ونتلهاه بالتسطيره. كما شفتوا حطيت زيت زيتونه ويكا حطيت البصل والثوم وهذاك اللحم متاعي، فوحته ملح تابل وكرويه هروس بزيد فلفل لان الحق نحبها كم فلفله والكل فلفل زينه فلفل اكحل هذيك الرحاء العربي للفلفل الاكحل من زهيز ماما، صدقوني نبدا عامله عليها الجو. حركت مليح بالطبيعه وما ننسيوش الهريسه يا شعب الهريسه على نار مهيله خليته ندور ونحرك طبعا باش ما يشدش. وراهو اي اللحم نتاعكم اذا بيكم ما تفوحوه هكاكا مره الاولى تخليوه يطيب مع الفلفل يبان انه على الاخر. بعتلي زدت الطماطم متاعي وخليتها تتقلى شويه. بالطبيعه ما تقويوش في النار يعني باش ما تشدش. وبعتلي نمرق بالماء السخون. ما تحبوا طنجره تجيكم بنينه ما عليكم كان بالمرقان بالماء السخون، خاطر كي تمرقها بالبارد تعمل بلوكاج. كانك وقفت التطيب وباش تعاود طيبها من اول وجديد. نمرقها الحق بالكدا ونخليها انا ندور ديجا اللحم معناها قبل الطيب يعني راني مرقت حتى اكثر من هكاك. ما تقولوليش يا عبيتها بالماء عبيتها وزدت عبيتها مره اخرى اي اللحم قبل الطيب. كهو نجيو تويك للتصيرة. هنا نسيت باش نصور لكم مرة البداية. على كل انا شعمل تخديد الفلفل متاعي الكل تشق في 2 باش تنحى الزراعة بما انه فلفل حار، وحطيته الكل مع بعضه في الزيت وغطيته وندور ونحرك على نار هاديه. ندور ونحرك لاحظتوا الفلفل طاب لكن ماهوش مقلي، طاب بطريقه صحيه في الماء متاعو. هكاكا ما نسحقش برشا الزيت نولي ويكون ساهل وخفيف. حطيت العظامه متاعي بالطبيعه مش باش نقولكم على قليل العظم لهنا كل حد كيفاش يحب، اللي يحبه مروب واللي يحبه طايب كامل هذا يرجع للذوق متاعكم. هاي نتعارك انا والعظم عظمتي طابت دخلت على الفلفل وانا ديجا حضرت الطماطمات غسلتهم وقصيتهم على 2. وما نعرفوا احنا ديما اللي الزيت يفسد في الاخر من الطماطم دونك نبجل الفلفل. كهو حطيت الطماطم متاعي على قشرتها وكما قلت لكم راني مانيش مقويه في النار، على نار هاديه ونغطي. كما قاعدين نشوفوا لهنا سيبت الماء متاعها الكل وخليتها تطيب فيه حتى لين انشح شربت ماءها من اول جديد. كهو القشره كما قاعدين تشوفوا طابت. نقلبهم ونستغل الفرصه باش نسرع باش نسرع الحكايه اني انا نستغل البنسو ونحي بيه القشره. كما قاعدين نشوفوا تتنحى بسهوله تامه. هكاك ساعات هكاك عبيتي تعوجوا، لكن طريقه سهله وسريعه باش ما تقعدش من بعد وهي سخونه وتشد فيها بيديك وتحب تنحيها حرب. كها طمطماتي طابوا خرجناهم من الزيت. اما انا راهو بما اني مزروبه اليوم وطيبت العشاء مخر مانيش عارفه كيفاش طيبته اصلا وكيفاش صورت لكم. باش نستعين بالاشوار نورمالمون نتصرها بيديا. اما الحق انا واحده من الناس المراه اللي تخدم والمراه المزروبه والمضغوطه ميسالش نرحم رواحنا وما فيها باس. اذا توليك باش تستر بسكيك انه الا باش ترحى بالاشوار وهي باش تاكل. قالت تقول امي في كلمه مانيش هزين على المعرض.
دونك لهنا تردوا بالكم متفرموهاش برشا، ضربة خفيفة وتقصوا. طريتها شوية انا رطبتها شوية، اما سبا بيان ما شاء الله تبارك الله. كيما قاعدين نشوفوا التصيره لما حلا فوحتها بالملح، فلفل اكحل، شويه تابل، اللي يحب يزيد زيت زيتونه، نسيت ما حديش فيها سنه ثوم، لكن بنينه ما شاء الله وخفيفه. اهم حاجه اللي هي اون ديغي ماهيش مقليه. نرجعوا تويكا لللوبيا متاعنا. اللحم لازم يطيب على خاطر اللوبيا ما فيهاش روح، في ساعة طيب ما عندهاش قوة. دونك كي يطيب اللحم وقتها ارميو اللوبيا وكهو، وسعوا بالكم شوية كي يطيب اللوبيا ارميو قراين فلفل اخضر يتمرمز كهو. هذيا عشينا الليلة، نودكم ونشهيكم. بما انه قيتها تويكا اللوبيا الخضراء ننصحكم تجربوها. تنجموا تعملوها بالدجاج، باللحم بقري ولا علوش هكاو. هذه تصيرتنا وهذه لوبيتنا. ما تنساوش تعملوا لنا جيم، بارطاج الفيديو، تشاركونا بتطبيقاتكم، تخليونا كومنتات، ومرحبا بكم.